شيكابالا. بالمناسبه شيكابالا يا ريت تجيبوا لنا استاذ عمرو الجناني، لان انا الحقيقه اعيتني الحيل، او تجيبوا لنا ميدو. انا مش فاهم. شيكابالا ما ينفعش يدخل الزمالك الا عن طريق محلل، ما فيش خلاص. الزمالك اتفق مع الاسماعيلي انه هيجي وهيلعب الموسم ده في الاسماعيلي، وعرفت انه تم الاتفاق ما بين شيكابالا وما بين ميدو وما بين الاستاذ او العميد محمد ابو سعود رئيس نادي الاسماعيلي، وان الدنيا 100 فل و14 وخلاص، وان المفاوضات كانت على وشك النهايه. 650,000 دولار، وشيكابالا هيدفع من جيبه مبلغ، والاسماعيلي هيدفع مبلغ، والدنيا تخلص، وبعدين يعود الموسم القادم الى نادي الزمالك. اللي قريته ان شيكابالا رفض انه يلعب للاسماعيلي. معنى ده شيكابالا اعتزل. معنى ده ان شيكابالا اعتزل، شيكابالا بطل كوره خلاص، انتهى. اللعيبه عندنا بتظل يعني تعتقد انها لا ما بيكبرش. لعيب الكوره يا جماعه ليه سن، ليه عمر. احنا مش فنانين، احنا مش فنانين. الفنانين عنده كل شويه يقدر يطور ويغير من جلده. نجمنا الكبير عادل امام ما زال متربع، الله يرحمه. نور الشريف قبل وفاته عامل فيلم اسمه توقيت القاهره، من اروع ما يكون، من ابدع ما يكون. الملك فريد شوقي ورشدي اباظه وغيرهم من الاسماء العظيمه يعني، سواء ممثلين او ممثلات. لكنه اللاعبين لا، ليك عمر. عمرو زكي في النهايه قال لك خلاص ركبتي خانتني مش قادر العب، سلام عليكم واعتزلت. وغيره من اللعيبه اللي كانوا ممكن يبقوا اسطوره. جمال حمزه ده كان ممكن يبقى احسن مهاجم في مصر مثلا. الاخ اللي اتجه للرأس ده كان ممكن يبقى واحد من احسن اللعيبه في مصر مثلا. وغيره من اللعيبه يعني كتير جدا من اللعيبه. لكنه طب هتعمل ايه؟ فشيكابالا اتصور انه ماشي في السكه دي، سكه التبطيل. ما اصله ما فيش قدامه، ما حدش طالبه، ما فيش نادي اوروبي طالبه، النادي بتاع سبورتنج هناك مش عايزه، الزمالك القايمه مكتمله خلاص اتقفلت، ما عندوش، ما فيش. فالاسماعيلي ده كان طوق نجاه، حتى لو ما لعبش مع الزمالك الموسم اللي جاي، اسف، مع الزمالك الموسم اللي بعد اللي جاي، يعني اعتبر ده اللي جاي، يبقى يكمل في الاسماعيلي وتمام التمام، بس يلعب. لكنه تخيلوا شيكابالا ده ما لعبش 10 ماتشات دوليه.